هاي بنات، السلام عليكم. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي خواطر ماهي. الفيديو ده بيتكلم عن بدائل رخيصة لمنتجات مكياج او ميك اب، يعني بدل المنتجات اللي احنا عارفينها، البراندات الغالية قوي دي، تساعدنا ان احنا ما نصرفش قوي في المنتجات الغالية بتاعتنا، بدل ما نستخدم منها كتير كل يوم، خصوصا في ارتفاع الاسعار اللي احنا بقينا فيه ده في كل حتة في العالم. وفي نفس الوقت تكون حاجة الكواليتي بتاعتها معقولة بالنسبة لسعرها. قبل ما ابدا الفيديو عايزه اعتذر عن حاجتين. الحاجه الاولانيه، الصوت اللي في الشارع، الدوشه اللي في الشارع دي بيكسروا في الشارع، ما اعرفش بيصلحوا ايه، فاسفه عن الازعاج ده. الحاجه التانية، اعتذر عن ان اول حاجه انا بادئه بيها هي اللي هي بدائل رخيصه، لكن انا بدات بيها عشان حاجتين. اولا الفيديو ده مهم ولقيته منتشر كمان جدا على اليوتيوب بصراحه، وانا من الناس اللي استفدت منه، فحبيت ان انا كمان افيد غيري بالتجربه دي. وثانيا لان فعلا في حاجات فعلا بدائل رخيصة بجد فعلا بكواليتي كويسة بالنسبة لسعرها زي الحاجات دي، وهقول لكم عليها دلوقتي، وكمان هقول لكم هي منين وبكام. نبدأ الفيديو مع بعض. اولا الحاجات دي انا جبتها في العيد اللي فات ده على طول، اللي هو عيد الفطر. جبتها من مدينة جدة في السعودية، المملكة العربية السعودية. ويعني هو انا عايشة في السعودية، ويعني باجي مصر، ببقى من مصر للسعودية، يعني بقعد هنا شوية هنا شوية. فجبتها ونزلت بيها مصر، وبعدين نسيتها كده على جنب. بعدين لما لقيتها قعدت جربتها، اكتشفت انها حلوه كمان بالنسبه للاسعار اللي قريتها في الفاتوره، لان اديت معايا الفاتوره. كمان تاني حاجه، معقصه الرموش، او اللي هي الايلاش كورلر دي بالذات، هي اللي خلتني اعمل الفيديو ده، لان هي دي بالذات لقيتها طلعت حلوه قوي وظبطت الرموش قوي. فقلت خلاص ليه ما اعملش الفيديو ده وافيدكم بيه. رغم ان انا كان في بالي اعمل فيديو، ابدا بفيديوهات يعني تانية، زي مشترياتي من دبي، مشترياتي من لندن، في حاجات تانية كتير عايزه اكلمكم عنها، في منتجات كبيره معروفه زي سيباماد وكده، بس ان شاء الله اوريها لكم في الفيديوهات الجايه. نبدا نشوف ايه الحاجات اللي انا جبتها، ونقول سعرها بالريال السعودي، اللي انا زي ما قلت هي من جدة في المملكة العربية السعودية. اول حاجة عايزة اتكلم عنها هي الاي لاينر اللي انتوا شايفينه ده. انا اسفة بس على لو كانت الكاميرا مش واضحة قوي. الاي لاينر ده كان ب5 ريال سعودي، بس انا جبته لان انا يعني طول عمري ما بحطش، انا بحط اللي هي الاي بنسلز، اللي هي الاقلام اللي هي زي بتوع زي بادي شوب، بورجوا، بجيب ماكس فاكتور، بجيب سيفورا، اللي هم كمان الالترا بلاك، وهم بيبقوا حلوين جدا. ممكن احط منهم، بحط انا مينلي عامه يعني، واساسا بحط تحت العين، ولكن ممكن من فوق برضو برسم بيهم حلو قوي. ولكن في فتره الحر اللي فاتت دي، يعني شهرين اللي فاتوا دي، حصل ان عينيا اتحسست قوي، وجي فيها جفاف، والدكتور منعني ان انا استخدم الاكحال دي تحت العين، خصوصا كنت بحب استخدم كل الالوان وكده. فقال لي اكيد بقى بتسيح مع الحر، رغم ان هم غاليين جدا مش بيسيحوا، ولكن انا اتحسست منهم، ومش عارفه ايه اللي حصل لي، ويعني منعني يعني عنهم فتره. فقررت ان انا اجرب الايلاينر احطه فوق العين بس. انا اولا ما كنتش بستخدم الايلاينرز خالص، لاني كنت مقتنعه ان انا شكلي وحش بيهم. ثانيا انا بعشق الاكحال التانية بالوان مختلفه، ما بحبش ان انا احط بس اسود، فعلشان كده كنتش بستخدم الايلاينر. لكن لما حصل الموضوع ده، رب ضاره نافعه يعني، خلاني استخدم الايلاينر، واكتشفت قد ايه الايلاينر حلو فيه، وشكلي كده هدمن الايلاينرز يعني. فالمهم ان انا قلت خلاص اجيب حاجه رخيصه، على اساس ان انا هو الكلام ده كان قبل ما اجي مصر، ولما جيت مصر الكلام ده زاد يعني، فقلت خلاص انا استخدم حاجه رخيصه بحيث ان انا اتعلم فيها، لان انا ما كنتش بصراحه خبره قوي في الايلاينر. فجبت القلم ده،
ولاني مبتدئه في الايلاينر فالكل نصحني وشفت على اليوتيوب ان المبتدئات تستخدم الاقلام اللي زي كده، ما تستخدمش الجل او اللي هو اللي بيبقى سائل، لان ده هيبقى اسهل لها كتير. فجبت القلم ده وهو اهو زي ما انتم شايفين. القلم شكله كده زي ما انتم شايفين، مدبب كده وعامل زي القلم الفلوماستر، بس هو طلع حلو قوي لما جربته. سوفت قوي ورقيق قوي، وكمان بيرسم حلو جدا، بيدي لون قوي، وكمان ووتر بروف، يعني تغسلي وشك بالميه ما بيتمسحش، تغسلي وشك وما يتمسحش، ما بيتشالش غير بس بالميك اب ريموفر. ففعلا فعلا حلو جدا وما عمليش اي حساسيه ولا اي مشكله، فعجبني. جبت كمان ايلاينر تاني، قلت برضو اتعلم، اللي هو ده الذهبي دي، العلبه الذهبي دي، ده سائل بقى. انا ما حطيتوش الصراحه، انا ده بقيت بحط منه الصراحه الصبح عادي وانا رايحه الشغل الصبح كل يوم، خلاص عجبني قوي. اما بقى اللي هو السائل ده فانا ما حطيتش منه الصراحه غير يعني هي مره واحده بس كده، قعدت بيه يعني وقت طويل، يوم بليله يعني كده بره. وهو شكل فرشته زي كده رفيوعه قوي، بس طلع حلو جدا برضو، ما بيسحش، رسم كويس قوي معايا، ووتر بروف، ما بيتشالش بالميه، ما تغسلي وشك وكده. ولكن المشكله فيه بس ان هو بيلسع سن اول ما بتحطيه، بس بعد كده خلاص بيروح بسرعه الحرقان ده، وبيبقى كويس جدا وما بيعملش حساسيه ولا احمرار مكان ولا اي حاجه. القلم ده كان ب5 ريال سعودي زي ما قلت، وده كمان برضو كان ب5 ريال سعودي. جبت كمان دي فرشة الحواجب، جبتها كبديل رخيص، من انا اللي بجيبها من ذا بادي شوب، فجبتها كبديل دي ب2 ريال بس او ب3 ريال، فحلوة جدا. ودي تاني واحدة اجيبها، بصراحة حلوة جدا وبتفي الغرض في ان انت تظبطي بيها سوري حواجبك. دي فرشة حواجب تظبطي بيها حواجبك، ولما يعني الفرشة نفسها كده بيبقى خلاص شعرها بدأ ينعكش، بترميها وتغيريها وتجيبي مكانها، ويعني ب3 ريال بس، فبصراحة حلوة قوي. جبت كمان الفازلين ده الصغنون ده، جبته اخليه معايا في الشنطة، يبقى معايا في الشنطة في جيبي، يعني صغنون فيبقى معاكي في اي حتة، يقدر يبقى بورتابل او تشيليه معاكي بسهولة، وانا بستخدمه لترطيب الشفايف، زيه زي الفازلين الغالي بالظبط، وحلو جدا بيدي نفس التأثير وما بيعملش اي حساسية، وريحته حلوة وكويس جدا 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 فعلا يعني. جبت الحاجات دي، هو انا ما بستخدمهاش، واساسا يعني مش جايباها عشان الاي شادوز او كده، لكن انا جبتها علشان هي والاي شادو ده، لاني شفت فيديو بيتكلم عن ازاي انك تستخدمي الاي شادو على المانيكير فيقوم يديكي ميرور افكت، فقمت انا قلت خلاص يلا ليتس جيف ات شوت، يعني نجرب. فجبت فقلت لا هجيب له بقى يعني اي شادو رخيص، فجبت اي شادو ده وجبت له دي على اساس ان انا اعمل بيها يعني ابلكيشن، يعني احطه بيها الاي شادو ده، ولكن لسه مجربتش التجربه دي. دي كانت ب2 ريال، مكتوب عليها ب2 ريال، وده كان ب5 ريال تقريبا، وانا جبته غامق لان يعني ما لقيتش غير الالوان دي كلها كانت كده الغوامق دي. انا عامه مش من مستخدمي الاي شادو يعني قوي، فده بس كان علشان الفكرة دي يعني، فده ما يعتبرش بديل للاي شادو، لكن ده ممكن يعتبر بديل للايلاينر الغالي، او انه يعتبر مساعد ليه. دي ممكن تعتبر بديل لفرشة الحواجب الغالية. ده ب2 ريال فازلين، ممكن تجيبيه بديل ل يعني الفازلين الغالي، العلب الكبيرة منه بتبقى ب10 ريال تقريبا، لكن الحاجات دي بصراحة لا ما تعتبرش بديل لل يعني الاي شادو العادي. جبت كمان الوايبس دي، الوايبس دي بقى حلوه جدا، ممكن تعتبر بديل فعلا للوايبس الغاليه. اللي عجبني فيها اول حاجه ان هي زي ما انتم شايفين، هي جواها الوايبس كل واحده فيها متغلفه لوحدها، يعني كل واحده مع نفسها، كل منديل واحد مبلل بيكون متغلف،
فده بيحافظ عليه زي ما هو مويست مبلول ما بينشفش، وفي نفس الوقت تقدري تشيليها مش بس هي على بعضها شنطتك او جيبك او اي حاجه، ده انت ممكن تشيلي واحده بس منها في المحفظه، في جيبك، في شنطة ايدك، يعني في اي حاجة. فممكن حتى لو انت يعني رايحة مناسبة تحطيها في شنطة السواريه، اللي هي بتبقى طبعا شنطنا دي السواريه دي صغنونة جدا. كمان تاني حاجة ان هي بتشيل الميك اب الووتر بروف. انا جربتها مع الميك اب الكحل والماسكارا من بورجوا اللي هما الووتر بروف الاكسترا بلاك، ما بتشيلوش دول غير بس بالميك اب ريموفر بتاع كلينيك فقط. يعني هو بجد الوحيد اللي بيشيلهم. حتى جربت بتاع سيفورا لوريال مش بيشيلهم خالص، بتاع كلينيك بس. طبعا كلينيك غالي جدا. الميك اب ريموفر بتاع كلينيك كان ب100، انا كنت جايباه ب156 ريال من فيسز. لقيته قبل العيد اللي فات على طول في اخر رمضان في شهر 6، لقيته في سيفورا اللي هو في شارع التحلية ده ب450 ريال. مأساة اللي هو كلينيك. فدي تعتبر حلوة جدا، دي ب2 ريال يا جماعة، يعني حلوة جدا جدا جدا. يعني حتى اللي هي المناديل الوايبس بتاعت نيوتروجينا بتاعت كلين اند كلير وجونسون جونسون، كل الحاجات دي غليت جدا. ودي ميزات عنهم كمان مش هتنشف لان كل واحدة لوحدها. لكن التانيين للاسف رغم ان هم غاليين جدا الا ان هم لما كنت افتح العلبه لان يمكن مش بستخدم منهم كتير كانوا ينشفوا. فانا عجبني جدا، دي رخيصه قوي 2 ريال بتشيل الميك اب اللي هو الووتر بروف. يعني رخيصه، مش عارفه عجبتني قوي قوي قوي، جبت منها كميه كبيره جدا. فدي من الحاجات لا يا جماعه اي لايك، وبديل ممتاز للوايبس الغاليه قوي اوفر دي. دي حاجة كمان جبتها. مفروض ان هي كان في موضة كده طالعة، يعني ان كان يعني تجيبي اللي هو ليبستيك يكون الاول ما تحطيه كده سائل على شفايفك، وبعد كده بتسيبيه ينشف، وبعدين يكون قشرة كده تشيليها، وبعد ما تشيليها يسيب لك اللون بتاعه على الشفايف بتشربوه بيسيب اللون على الشفايف، فتبقى كأن ده لون شفايف طبيعي، محتاجش انتي تظبطي تاني روج وكده. اوكي، هي الفكره دي حلوه، بس واضح ان انا قلت اجربها برده في حاجه رخيصه فجربت دي، فواضح ان هي حاجه من الاثنين، يا اما الفكره كانت حلوه ولكن المنتجات كلها وحشه لكن ما ظلمش، او بقى اللي هي الحاجه الثانيه المنتج ده بالذات هو اللي وحش. المنتج ده ما عجبنيش خالص. هو صحيح اقول فيه ميزته ان هو فعلا ساب لون فضل موجود وثابت طول اليوم والتاني يوم كمان، ولكن اولا اللي ما عجبنيش فيه اول حاجه ان هو بيعمل ستيننج، بمعنى وانا بحطه لو جه منه على السكن او الجلد اللي حوالين الشفايف او على ايدي او هدومي او كده كان بيسيب لون، يعني بيسيب لون جامد ما بيتشالش بسهوله، ودي حاجه وحشه قوي. ثانيا كمان تاني حاجه ما عجبتنيش انه عمل لي كمان لون على اسناني، وقعدت غسلت اسناني يعني كتير علشان اللون يطلع. وكمان تالت حاجه حسيت ريحته مش حلوه اول ما بحطه، وبعد ما بيعمل الطبقه اللي هي بقشرها دي خلاص بتبقى ما فيش الريحه دي، لكن اول ما بتحطيه كده بيدي ريحه كده وبيلزق قوي، ستيكي قوي قوي، يعني فيسكس قوي كده، فما عجبنيش الصراحه، فده ما جبش منه تاني. ده كان ب 2 ريال برضو، بس ما عجبنيش الصراحه. الحاجه بقى اللي عجبتني دي انا زي ما قلت لكم انا مش من هواة الاي شادوز، مش بحط اي شادوز قوي، بس دي عجبتني قوي. جربت فيها الابيض والذهبي اللي هي اللي لونه شوكليت ده كده، برضو كتريننج يعني على ان انا استخدم الاي شادو، لان انا ما بستخدمش اي شادوز قوي. زي ما قلت لكم كتريننج او تدريب. فبصراحه عجبوني الالوان، حلو في التوزيع. طبعا ما استخدمتش البتاع البيضه دي، بس تحت بستخدم فرشه الاي شادو، بس عجبوني. يعني انا ما اعرفش برضو قوي، مش خبره في الاي شادو، فممكن ما اقدرش اديكم عليها تقييم قوي يعني، وما اقدرش اقول هل هي فعلا بديل حقيقي للاي شادو ولا لا. اقدر اقول ان دي لا، اكيد لا، يعني هي نفسها شكلها مش حلو، لكن دي مش عارفه كانت لذيذه كده يعني عجبتني، بس ما اقدرش اقول هل ممكن
ممكن تبقى فعلا بديل ولا لا. الموضوع محتاج حد خبرة شوية في الاي شادوز، فيا ريت يا جماعة اللي خبرة في استخدام الاي شادو يعني تستخدمها كده وتشوف زيها، وهقول لكم انا جبتها منين وتقول لنا بقى رأيها. بقية الست هي كمان فيها باودر للفاونديشن، باودر كونسيلر، فيها اتنين لونين بلاشرز، وفيها الاربعه اللي تحت بتوع الشفايف. بصراحه بتوع الشفايف ما عجبونيش خالص، اما بتوع الفاونديشن كونسيلر والبلاشرز ما استخدمتهمش. فهتقولي لي طب جبتي الست دي ليه؟ عشان هي شكلها عجبني كيوت كده، وبصراحه قلت زي ما قلت لكم اتعلم فيها الاي شادو، بتتقفل كده فتنفع في السفر لانها بتتقفل اهي اللي هو الكليبسه اللي هنا دي كده، فتنفع قوي في السفر، وتنفع برضو تحط في شنطه ايدك لو انتي خارجه. يعني مش عارفه عجبتني، وكمان كانت رخيصه قوي ب5 ريال بس، 5 ريال بس بالنسبه لكل الاوبشنز اللي فيها دي، فعجبتني بصراحه. لكن ما اقدرش اقول هل هي بديل فعلا عن المنتجات اللي هي بتحتويها ولا لا. الحاجة كمان اللي جبتها مش عشان هي بديل، لكن جبتها اللي هي بالمرة يعني، كانت اللي هي القطن دي، الكوتون باتس دي، اللي هي الدوائر القطنية دي اللي بنشيل بيها المكياج. دي كانت ب5 ريال برضو، بس انا لما جربتهاش لسه فمش عارفة هل هي كويسة ولا لا بصراحة. انا عاده بجيب القطن بتاع جونسون جونسون، فمش عارفه دي كويسه ولا لا، بس ان شاء الله اجربها برضو، ممكن اديكم عليها ريفيو واقول لكم عليها. كمان جبت اللي هي مجموعه الفرش دي، انا لسه ما جربتهاش خالص، بس عجبني فيها ان هي اولا سعرها 15 ريال سعودي، فمش غاليه، وفيها انواع فرش كتير جدا، اللي هي بلاشر وبتاعه الحواجب اللي هي المشطوفه دي، وبتاعه الايلاينر، بتاعه الاي شادو يعني، فعجبتني. وكمان سعرها قلت 15 ريال سعودي، حتى هو بتهيألي باين في الفيديو اهو، او اوريها لكم مكتوب عليها يا 15 ريال. زائد ان زي ما قلت لكم في حاجات كده شكلها بيعجبني، حسيت شكلها جميل. كمان مفروض معاها ورا كده دي حافظة الاسود اللي وراها دي حافظة للفرش الميك اب، فقلت خلاص اوبشنز كويسة على السعر، فقلت اجيبها واجربها، بس لسه مجربتهاش، اجربها ان شاء الله اديكم عنها ريفيو. بالنسبة بقى ل دي، هي دي بقى اللي خلتني مخصوص اعمل الفيديو، اللي هي الايلاش ريموف سوري الايلاش كورلر، او اللي هي معقصة الرموش. سوري صوتي سوري. صراحة انا استخدمتها، دي اول مرة بصراحة استخدم معقصة الرموش، فبرضو جبتها قلت علشان اجيب حاجة رخيصة اتعلم فيها واجرب. طلعت تحفه، حلوه جدا جدا جدا. اعتقد ان هي نفس الافكت بتاعت الغاليه. انا جيت اجيب من ذا بادي شوب، من فيسز، من الكلام ده يا جماعه، لقيتها غاليه جدا. كمان دي لقيتها خفيفه وحلوه كده ومسكتها حلوه. التانيين تقيله قوي، غاليه قوي قوي قوي، اللي هو بصراحه لا يعني غاليه قوي. وانا مش هستخدمها على طول، فجبت دي بصراحه. انا اعتقد ان دي بديل ممتاز للايلاش كورلر الغاليه دي كلها، لان هي بجد خلت شكل حواجبي حلو. سوري، خلت شكل رموشي، انا اسفه انا اسفه فصلت. خلت شكل رموشي حلو جدا 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 بجد بجد. لا بجد عجبتني. ومعاها كمان جزء زياده كده اللي هو لونه ابيض ده اكسترا، علشان يعني كقطعه غيار. فبصراحه حلوه جدا، خلت رموشي واقفه مقوسه، بانت كانها اطول وكمان منفوشه، فكانها اكتر من غير ماسكارا من غير اي حاجه. انا بس معرفتش اصور لكم الشكل واوريه لكم، كنت عايزه اصوره وانزله مع الفيديو بس معرفتش. بس بجد بجد لا، انا ارشحها، وهي فعلا بديل ممتاز عن اي معقصه رموش غاليه. في كمان حاجات انا جبتها بس انا نسيت اضيفها هنا. كانت مجموعة من المانيكير،
كانت مجموعة من المانيكير اللي هو او طلاء الاظافر، الوان مختلفة. طبعا مش كل الالوان عجبتني، بس عجبني منها الوان زي اورنج، لون برتقاني كده وذهبي، وكان في لون كمان جراي كده، جرايش كده، رمادي. بصراحة هم دول بس اللي عجبوني، الباقيين ما عجبونيش قوي، فعشان كده انا ما حطيتهمش يعني. فيعني مش كل المجموعة كانت، هي كانت ب 15 ريال، بس مش كل المجموعة تعتبر بديل يعني عن جميع انواع طلاءات الاظافر. انا عندي طلاء اظافر او مانيكيرز كتير من ذا بادي شوب، مكياجي مش عارف اوكي كتير غاليين، بس زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ممكن نجيب برضو بدائل ارخص شوية، يعني تخليكي مثلا تستخدميها في اوقات تانية معينة، ولكن مش عارفة هما ما عجبونيش قوي. فممكن ابقى اعمل لكم عنهم فيديو خاص، فيديو مخصوص بانواع المانيكيرز او طلاء الاظافر اللي عندي، واقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش سوري. بس ده كان الفيديو، دي كانت الحاجات اللي انا جبتها. منين بقى جبتها؟ من بوازير، مركز بوازير اللي في البلد اللي في جدة بالمملكة العربية السعودية. اي حد عايش في جدة اكيد عارف البلد واكيد عارف بوازير. هو مركز كبير بس بيبيع بدائل رخيصة، بتكون حاجات يعني صيني ولكن بجودة معقولة. منها حاجات بتبقى بجودة معقولة ومنها حاجات لا، بيبقى بقى يعني ايه على حسب خبرتك ونظرتك للحاجة. بس فدي كانت الحاجات، وقلت لكم الاسعار والمكان، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا وانبسطتوا. وانا اسفه ان الفيديو طول شويه، بس ما تنسوش تشتركوا في قناتي، تعملوا لايك للفيديو، ودوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وخواطر ماهي.